مشاهدينا الافاضل، طبتم وطابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. جهود لسفلة الطريق تسني وحجر. سمينار لطلاب مدرسة ورساي كألو. إرساء مشاريع المياه في الإقليم الجنوبي. تنديد دولي بالضربات الصاروخية الإيرانية في العراق ودعوات للحوار. بوتين يلتقي الأسد في زيارة مفاجئة لدمشق. بنغلاديش وأندونيسيا تحظران منتجات البلاستيك. مرحبا بكم. لنا عناوين إلى التفاصيل. بدأت شركة بالدول الإنشاءات العمل على سفلة الطريق تسنيم حجر البالغ طوله 110 كيلومتر. وأوضح مسؤول مشاريع إقليم القاشبركة بالشركة سيد يعقوب الهيمانوت لوكالة إيرينا أن الشركة ظلت تقوم بصيانة الأجزاء المنجرفة من الطريق بسبب السيول منذ عام 2017 تمهيدا لسفلتته، حيث تتسارع الأعمال منذ منتصف عام 2019 لإكمال تمهيد الطريق. وأشار إلى أن الطريق المشيد هو بعرض 10 أمتار ويشمل بناء 65 من الجسور الصغيرة والمتوسطة بتوظيف الطاقات البشرية والآليات اللازمة. ومن جهته أوضح المشرف على العمل المهندس حسن محمود إلى الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للطريق في حياة المواطنين، مشيرا إلى أنه وبالرغم من تأخر عملية السفلة إلا أن الطريق ظل يشهد أعمال صيانة مستمرة. وفي ذات السياق أوضح السيد تخلي والدو عن تركيب آلة لتكسير 4 أنواع من الحجارة التي تستخدم في بناء الطريق، حيث تنتج الآلة 50 مترا مكعبا من الحجارة في اليوم. أعلن الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الاجتماع الذي عقده يومي 4 و5 من يناير بسوا استعداده للعمل هذا العام بالتركيز على المهام المرحلية في السياسة والتنمية. وقيم الاجتماع أنشطة عام 2019 وتحدياتها ووضع خطط العمل لعام 2020. وأشار التقرير المقدم إلى برامج التوعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشباب والدورات التدريبية لرفع قدرات الشباب والفرص التي أتيحت ودور وإسهامات الشباب في المجتمع ودور ومشاركة المجتمع في قضايا الشباب، وكذا مساهمة الشباب الإريتري بالمهجر في إنجاح البرامج الوطنية وتأثير وشراكة الاتحاد في المحافل الإقليمية والدولية. كما أجرى الاتحاد أيضا تقييما للسنوات الثلاث من الخطة الخمسية الاستراتيجية المستمرة حتى عام 2021 والتي وضعت بالتزامن مع البرنامج الوطني للتصدي والتنمية. وقرر مواصلة العمل في السنتين القادمتين من الخطة بالتماشي مع المرحلة الحالية والمبشرة. وبحث الاتحاد في الاجتماع الذي عقده سبل تقوية التأطير والتنظيم ورفع كفاءة الشباب خلال عام 2020، وتوصل إلى تفاهم للعمل الجاد في تنفيذ المهام السياسية والتنموية. وقال رئيس الاتحاد السيد صالح مدين في الكلمة التي ألقاها أن المهام المنفذة تحققت بالمشاركة النشطة والمنسقة للشباب والشركاء، مؤشرا إلى أن المرحلة المبشرة التي جاءت بفضل النضال والصمود القويين تحمل الشباب مسؤولية أكبر، داعيا للانطلاق بقوة لتحقيق مهام أكبر. عقد رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح مدين سمينارا في 4 من يناير لطلاب مدرسة ورساي كألو بساوا حول المهام المرحلية السياسية والتنموية المتعلقة بالشباب. وقال أن شباب إريتريا أمضى 80 عاما الماضية في مواجهة الحرب والتصدي للعدائيات، وقدم تضحيات كبيرة في النضال الذي خاضه لتحقيق السلام والاستغلال، ليخرج منتصرا في نهاية المطاف صانعا التاريخ والمعجزات بصموده وتفانيه. وقال أن سر جميع انتصاراتنا هي قيمنا، وهذه القيم ترسخ الهوية الوطنية والمبادئ الفكرية المشتركة، فضلا عن إسهامها في التصدي للعدائيات وتخطي الفترة الصعبة وإفشال المؤامرات، موضحا بأن هذه القيم تشمل حب الوطن والتضحية والوحدة والوئام الوطني والانضباط والثقة والاعتماد على الذات والارتباط القوي بالشعب وقيادته. وذكر بأن الشباب هم عماد المجتمع الذي يتحمل المسؤولية التاريخية، ولأن مسؤولية الوطن هي دوما على عاتق الشباب، فيتوجب عليهم معرفة تاريخ شعبهم ووطنهم والسير على خطى القيم والمبادئ الوطنية والاعتزاز بها. كما قدم السيد صالح مدين توضيحا موسعا حول المرحلة الجديدة وفرصها وتحدياتها، وأجاب على أسئلة واستفسارات الحضور. تم إرساء 11 مشروعا للمياه في الإقليم الجنوبي خلال العام المنصرم بتكلفة بلغت 18 مليون نقفة. وأوضح مسؤول المياه في الإقليم السيد كبرون مسقانة في الاجتماع التقييمي الذي عقد في 6 من يناير دخول معظم هذه المشاريع مرحلة تقديم الخدمة، بينما العمل جاري في مشروعين آخرين.
وأشار إلى صيانة 40 مشروع للمياه يعمل بالضغط اليدوي و6 بالطاقة الشمسية و2 بالتيار الكهربائي لخدمة أكثر من 20 ألف مواطن، موضحا بأن قطاع القيار باتت تشكل التحدي الكبير لعملهم. وأوضح عن وجود برنامج هذا العام لإرساء مشاريع المياه في 26 قرية ب9 مديرية من مديريات الإقليم الجنوبي، داعيا السكان لتعزيز المشاركة في إنجاح البرنامج. ومن جهته أكد حاكم الإقليم الجنوبي السيد هابتا تسفاسيون في الكلمة التي ألقاها أهمية التقييم لتنفيذ ومتابعة البرامج الموضوعة، موضحا استعدادهم للعمل على تمهيد الأرضية لحل أوجه القصور وتدريب أعضاء قسم المياه. يقوم سكان ضواحي بقساوة مع الديب ووارا ودق قبرو بمديرية عتكليزانة بصيانة طريق متفرع من طريق أسمرة كرن يبلغ طوله 32 كيلومترا، وذلك بالتعاون مع وحدات قوات الدفاع الإريترية. وأوضح السكان بأن المواصلات كانت متوقفة بين الضواحي والمديرية لانجراف الطريق بالسيول. وذكر مدراء الضواحي بأن السكان يعملون على صيانة الطريق، إلا أن الحل الدائم لمشكلة الانجراف تحتاج لدعم الآليات. من جانبه أوضح مدير مديرية عتكليزان السيد إدريس محمد بأن الطريق الذي يصل إلى بقساوة مع الديب معرض للانجراف لوقوعه بين الجبال والمنحدرات، ويحتاج إلى حل جذري بإجراء المسوحات المطلوبة. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، تتوالى ردود الأفعال الدولية على الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت قاعدتين عسكريتين يستخدمها الأمريكيون في العراق، والتي جاءت حسب طهران انتقاما لمقتل الجنرال قاسم سليماني. واعتبر الاتحاد الأوروبي هذه الضربات مثالا جديدا على التصعيد والمواجهة المتزايدة، فيما دعت فرنسا إلى خفض التصعيد، ودانت لندن ما وصفته بالهجمات المتهورة والخطيرة، ودعت الصين إلى ضبط النفس. وأعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي الخامنئي أنه تم توجيه صف على الولايات المتحدة مع إطلاق الصواريخ. وتوالت ردود الأفعال الدولية التي ناشدت جميعها الطرفان إلى الحوار وخفض التصعيد، فيما أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية إنغريد كرامب كريم باول أن ألمانيا تدين بشدة الاعتداء الإيراني بإطلاق صواريخ على قاعدتين تضمان جنودا أمريكيين في العراق، في حين دعت الصين إلى ضبط النفس بعد الهجمات التي شنتها إيران على قاعدتين يستخدمها جنود أمريكيون في العراق. خلال زيارته المفاجئة إلى دمشق، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتقدم الهائل الذي تحقق في سوريا التي تشهد نزاعا منذ العام 2011 حسب إعلان الناطق باسم الكرملين. ووفق ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية، قال ديمتري بيسكوف خلال محادثاته مع الأسد لفت بوتين إلى أنه اليوم يمكن القول بثقة أنه تم اجتياز طريق هائل نحو إعادة ترسيخ الدولة السورية ووحدة أراضيها، وذلك خلال أول زيارة للرئيس الروسي إلى العاصمة السورية منذ بدء الحرب. ونقل بيسكوف عن الرئيس الروسي أيضا قوله أنه كان يمكن أن نرى بالعين المجردة عودة الحياة بسلام إلى شوارع دمشق. وتابع أن الرئيس السوري عبر له عن امتنانه للمساعدة التي قدمتها روسيا والجيش الروسي في المعركة ضد الإرهاب ومن أجل عودة السلام إلى سوريا. أمرت المحكمة العليا في بنغلاديش الحكومة بحظر استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بالمناطق الساحلية وفي الفنادق والمطاعم في غضون عام لمكافحة التلوث. وفي أندونيسيا المصنفة ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث التسبب في تلوث المحيطات بالبلاستيك، ستحظر العاصمة جاكرتا الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في أسواقها ومراكزها التجارية اعتبارا من منتصف العام. وكانت بنغلاديش في عام 2002 من بين أوائل الدول التي تحظر الحقائب المصنوعة من البلاستيك والبوليثين في محاولة لمنع تجمعها في الممرات المائية وعلى البر، لكن الحظر لم يحقق نجاحا يذكر. ويفيد تقرير نشرة ساينس الصادرة عام 2015 أن أندونيسيا هي ثاني دولة بعد الصين في إلقاء مخلفات البلاستيك في البحار. أعلنت حاكمة بورتوريكو واندا فاسكيز حالة الطوارئ بعد زلزال بقوة 6.4 درجة ضرب جنوب الجزيرة وأحدث دمارا كبيرا. وقالت فاسكيز أن إعلان حالة الطوارئ سيسمح بنشر قوات الحرس الوطني في الجزيرة التي تعرضت في عام 2017 لإعصار مدمر. وأعلن المعهد الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال حدد مركزه على بعد 13.6 كيلومتر جنوب مدينة بونس الساحلية في جنوب الجزيرة بعمق 7 كيلومترات. وأكد المعهد رصد أكثر من 12 هزة ارتدادية للزلزال.
وأعلنت شركة الكهرباء أن زلزال أدى إلى انقطاع آلي للتيار عن الشبكة المتضررة أصلا جراء الإعصار. وأفادت صحيفة النويفو ديا بمصرع رجل جراء سقوط أحد جدران منزله في بونس. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.